يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلي ويسلم على حبيبه المصطفى كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم عليه، كما أسأله كذلك مع إخواني الأعزاء من المشاهدين المسلمين الأكارم أن يشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم كذلك بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. ومن حقنا أن نسأل ربنا الكريم أيضا أن يلحقنا بهؤلاء بهذه الصفوة المباركة الطيبة الكريمة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أيها الأحبة، برنامجكم هدى للناس حرصنا طوال تناولنا له وطوال تقديمه لحضراتكم، حرصنا فيه أن نختار نصا قرآنيا كريما من النصوص ذات الصلة المباشرة بقضايا الناس، بأخلاقهم، بالأمور المتعلقة بحقوق الآباء والأبناء والأمهات. وكنا طوال هذا التناول قريبين من الأسرة على النحو الذي وعدناكم به في بداية الاتجاه إلى هذا البرنامج، ولكن كنت كلما وليت وجهي فالتقيت بالإخوة الأكارم من المسلمين المشاهدين لقناة الرحمة والمحبين لها والحريصين عليها، كنت أسمع منهم أن الأسرة في ظلال الإسلام تحتاج إلى معالجة وإلى صلة مباشرة بقضايا الأسرة ومشكلاتها. وكان الإخوة الأكارم يبدون رغبة في العودة إلى ذلك البرنامج، وبخاصة أننا نعتمد فيه على القرآن الذي هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكنت أعد الإخوة الأكارم كلما ناقشوني في هذا الأمر وأبدوا رغبة في العودة إلى الأسرة في ظلال الإسلام، كنت أعدهم بالنظر في الأمر بجدية، حتى إني إجلالا واحتراما لآرائهم ورغبتهم أعتبر هذه الحلقة الأخيرة في برنامج هدى للناس تمهيدا للعودة إن شاء الله إلى برنامجكم العزيز الذي شهدتم له كثيرا وأكرمتموني حينما أثنيتم عليه ورجوتم أن يعود إليكم. ولما كان رأيكم له عندنا ما له من الأهمية التي على أساسها ننظم
برامجنا، حيث يعلم الله تبارك وتعالى أن المستهدف لدينا في المقام الأول في قناتكم المباركة نسائم الرحمة، المستهدف في المقام الأول هو أن نأخذ بأيديكم إلى الطريق المستقيم، وأن نقدم لكم هدي الإسلام العظيم لتسعدوا في حياتكم، لأن السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة تتوقف على الالتزام بمنهج الإسلام العظيم المتمثل في رافديه العظيمين القرآن الكريم والسنة المشرفة. لهذا أحبتي أبشركم واستجابة لمطلبكم ورغبتكم نعود إليكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في برنامجكم العزيز لديكم الأسرة في ظلال الإسلام، والذي أمضينا معه 2 ونصف العام لو تذكرون منذ بدأ بث هذه القناة المباركة نسائم الرحمة. واسمحوا لنا أيها الأعزاء أن نقدم آخر لقاء لنا في هدى للناس. ولعلكم تذكرون قبل أن يبدأ رمضان كنا نعيش في سورة لقمان مع نصائح لقمان لولده، وأذكر ولعلكم تذكرون معي أننا توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أذكر جيدا أننا توقفنا عند هذه الآية المباركة قبل أن يبدأ رمضان المبارك، وها نحن بإذن الله تبارك وتعالى نحاول جاهدين بفضل الله وبتوفيقه أن نقبس من نور القرآن الكريم لنقدمه هدى للناس لإخواننا ولأبنائنا وبناتنا. وإن بعد أن أوصى ربنا الكريم بالوالدين وخص الأمة بذكر خاص وبتوصية خاصة وبين أنها حملت ولدها وهنا على وهن، وبعد ذلك الحمل وبعد ذلك الضعف وبعد تلك المعاناة ولدته، وفصاله أي وفطامه في 2 عام، ولمرحلة الرضاع ما لها كذلك من الأعباء والإجهاد والمتاعب كما تعلمون. ووالله ما عرفنا هذا الأمر حقيقة إلا بعد أن ولدت البنت وبعد أن ولد الولد. عرفنا حجم المعاناة وعرفنا كم تحملت الأمهات في تربية البنين والبنات، وبالذات في هذين 2 عامين اللذين يكتمل بهما الرضاع لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم بعد ذلك وبعد تلك التوصية بالأم قال ربنا الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. سيدنا سعد ابن أبي وقاص، سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين، يفصح صراحة أن هذه الآية
نزلت فيه، لأنه بعد أن أسلم وعلمت أمه بذلك حاولت أن تثنيه عن الإسلام، وهددت وتوعدت وقالت سأمتنع عن الطعام وعن الشراب حتى أموت، ثم ستعير بي ويقول الناس لك يا قاتل أمه. ولم يستجب لها عليه رضوان الله، لأن المساومة في هذا المقام لا قيمة لها، تساومه أن يعود إلى دين الكفر بعد أن هداه الله إلى جنة الإيمان واليقين. ولذلك كان رده عليها والله يا أماه لو أنك كنت تملكين 100 نفس 100 نفس فخرجت منك نفس أو خرجت منك نفسا بعد نفس. انظروا أحبائي، يقول لأمه لو أنك تملكين 100 نفس وخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني، ما تركت ديني، تأكلين أو لا تأكلين لك ما تشائين. رضي الله عن سعد ابن أبي وقاص ورضي عن الصحابة أجمعين. وإن جاهداك، انظروا إلى التعبير، جاهداك من المجاهدة، أي بذل أي منهما الوالد أو الوالدة أو كلاهما، وإن جاهداك كلا الوالدين أي تصديا لك بقوة وحاولا معك كثيرا أن يثنياك عن الإسلام، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، أن تعود إلى الشرك فتدخل في متاهة الضلال، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومع ذلك وحتى وإن جاهدك أي منهما لتعود إلى الكفر وشكل خطورة عليك وعلى عقيدتك وألح كل منهما ليعيدك مرة أخرى إلى ضلال الشرك، حتى وإن حدث منهما ذلك فإن من حقهما عليك أن تحسن صحبتهما. وكلاهما على الكفر، نعم وكلاهما على الكفر طبعا. وتعلمون ماذا جرى من أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما لما جاءتها أمها زائرة لها قبل أن تضع لها فراشا لتجلس عليه، وقبل أن ترحب بها، وقبل أن تكرم وفادتها عليها، ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أمها لا تزال على شركها، وقالت أأصل أمي يا رسول الله وهي على الشرك؟ قال لها عليه الصلاة والسلام صلي أمك وهي على شركها، نعم وهي على شركها. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولكم أن تتخيلوا إذا أنتم دققتم النظر في تلك العبارة أنها تحمل كل أساليب المعروف والبر بالوالدين ما دمت قادرا على صحبتهما، فصاحبهما في الدنيا معروفا، وأنت تفعل ذلك قدم لهما ما تستطيع من المعروف، وأنت تفعل هذا فأنت تكشف لهما بوضوح
عن مكارم هذا الدين العظيم الذي من الله به عليك وأكرمك به، وأنت تحسن صحبتهما. أبشر أبشر، فأنت تقدم لهم محاسن الإسلام، وتقدم لهم معروف الإسلام، لعل كل منهما يعيد حسابه وهو يرى منك ذلك الخلق النبيل. وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل العائدين التائبين الراجعين إلى الله، اتبع سبيل التوابين الأوابين، اتبع سبيل الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اتبع سبيل الذين إذا أخطأوا عادوا مسرعين إلى رب العالمين يستغفرونه ويستغفرون ربهم الكريم من الذنوب والمعاصي. وعندما يقول لك ربك الكريم اتبع سبيل، أي طريقة ومنهج من أناب إلي، فإن ذلك يحمل تحذيرا في ذات الوقت ألا تتبع سبيل المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم، الذين عاندوا الحق، الذين تركوا الصلاة، الذين أقدموا على المنكرات وأقدموا كذلك على الكبائر، وأذلهم الشيطان وجندهم في حزبه. هؤلاء حتى وإن كان منهم المسلمون لا تتبع سبيلهم ولا تجاريهم ولا تطعهم، وأنكر عليهم ما يصنعون، أنكر عليهم ما يصنعون، ومرهم أن يسرعوا بالعودة إلى ربهم والالتزام بأخلاق وآداب وأحكام الإسلام. لا تتبع سبيلهم، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا تحذير من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن نكون جادين تماما في هذا الأمر. لا نصاحب إلا مؤمنا يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، وإذا سمع نداء الحق أخذ بأيدينا معه إلى بيت الله لنشارك المسلمين في صلواتهم ولننال معهم شرف الوقوف بين يدي رب العالمين. ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تدخل بيتك أيضا إلا تقي، لأنه سيطلع على أسرار المنزل وسيعرف شيئا من عورات الدار، وعليه أن يكتم سرك وأن يحفظ لك ذلك السر وأن يذكرك بخير. وهذا لا يتأتى إلا من التقي الورع الذي يستحق أن تطعمه وأن تسقيه، لأن هذه اللقمة التي أطعمتها إياه سيستعين بها على طاعة الله رب العالمين. فإذا ما أطعمت العاصي وكرمته فكأنك تمكن له في عالم المعصية، وسيستعين بذلك الطعام على معصية الله تبارك وتعالى. اتبع سبيل من أناب إلي، ولا تتبع سبيل المفسدين. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال لقمان لولده وهو يكشف له عن آيات قدرة الله تبارك وتعالى، وهو يحذره من الذنوب والمعاصي مهما مورست وفي أي وقت وفي أي مكان، صغيرة كانت تلك المعصية أم كبيرة. يخبر لقمان ولده
بأن الله العظيم قادر أن يكشف أمره وأن يأتي بما فعل. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، انظروا، في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. مهما حاولت أن تخفي الأمر عن العباد فلن تستطيع أبدا أن تخفيه عن رب العباد تبارك وتعالى. وعجبا لأمر العبد حينما يعلم ذلك وهو على يقين ولا شك من أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عجبا لأمر العبد كيف يقدم على تلك المعاصي وهو يعلم أن الله مطلع عليه وسيكشف أمره ويفضح يوم القيامة ستره. كيف يقدم العبد على ذلك وهو يحاول جاهدا أن يختفي عن عيون الناس وينسى أن عين الحي القيوم لا تنام؟ لو أنه أنصف في التفكير ووعى ذلك الدرس لعقد العزم جاهدا وتاب إلى الله تبارك وتعالى وعاهد الواحد القيوم تبارك اسمه ألا يراه ربه الكريم على معصية أبدا. درس عظيم للولد عندما يجلس الوالد مع ولده والأم كذلك لتحذر ولدها من المعصية ولتقول الأم له بلسان عربي مبين: احذر أن يراك ربنا الكريم على معصية، واعلم بأنك لن تختفي أبدا عن عين الله تبارك وتعالى، وبأن أمرك مكشوف له مهما حاولت أن تستتر ومهما حاولت أن تخفي الأمر، لكنه مكشوف وواضح ومرئي ومسموع لله رب العالمين. وعلينا أيها السادة الكرام أن نجمع أبناءنا وأن نعلمهم ذلك الدرس وأن نخوفهم من ربنا تبارك وتعالى وأن نأمرهم بفعل كل أمر كريم حميد وأن نحذرهم من أن يراهم رب العزة وهم على معصية من المعاصي. ولذلك كثيرا ما نقول كم ينبغي للأم المسلمة أن تكون واعية بأمور الشريعة وبأمور علم العقيدة، لأن أسئلة كثيرة تطرح على الولد، أسئلة ربما متعلقة بأمور العقيدة وبالأمور الخطيرة المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى وبذات المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، أسئلة تحتاج إلى إجابات. وكم يكون جميلا إذا درست الأم علم العقيدة، علم التوحيد، فكون لديها ثروة علمية جيدة تمكنها من الإجابة على أسئلة ولدها وابنتها. ففي سن مبكرة يطرح أبناؤنا علينا أسئلة كثيرة وخطيرة تتعلق بصلب العقيدة، ولا تجد من يقدم الإجابة عليها. وربما
لا يقدم المدرس الإجابة عليها للولد أو للفتاة، لأنه معني ومشغول بمفردات المنهاج الدراسي. وكثيرا ما ذكرت لكم الآية من سورة الأحقاف لدى ذلك الغلام الذي كان لا يصدق باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت، ينكر ذلك تماما، وجلس أبوه وجلست أمه وكلاهما يستغيث برب العالمين تبارك وتعالى أن يكون عونا لهما لتتضح الأمور أمام الغلام، وليقدم كل منهما الإجابة الصحيحة المطمئنة لهذا الغلام الذي فسدت عقيدته بسبب إنكاره لليوم الآخر. وقلنا كم يكون جميلا لو أن الأم والوالد كذلك كان كلاهما على علم بأمور الشريعة وبأمور العقيدة، حتى إذا ما حدث وهن أو حدث لبس أو تخبط في فهم هذه الأمور لدى ولدنا، كنا قادرين بإذن الله على تقديم الإجابة الصحيحة المقنعة الواضحة حتى تستقيم أمور العقيدة في صدر أبنائنا وبناتنا. ولهذا ننصح دائما ونقول: يا ناس، وجهوا أبناءكم لدراسة علوم الشريعة، وجهوا أبناءكم لدراسة الفقه والسيرة والتفسير والحديث والعقيدة. لا بد وأن يكون لدى المرأة ولدى الرجل قدر من الوعي والإلمام الجيد والكافي بهذه العلوم. ومن هنا تأتي عظمة التعليم الأزهري دون تعصب، يعلم الله، والله دون تعصب، لهذه الأسباب التي ذكرتها لحضراتكم. دائما ما ننصح لأبنائنا ونقول: اتجهوا إلى التعليم الأزهري ولن تندموا أبدا. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، منذ 50 سنة بالضبط والأزهر يدرس الطب والهندسة والعلوم وطب الأسنان تماما كما هو الحال في الجامعات الأخرى. ولأبنائكم نصيب في الجامعة إذا وضع الولد رجله في المعاهد الأزهرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا لو سمحت، أنا عايزة أسأل حضرتك عن سؤال. اتفضلي. أنا عندي أخ في ثالثة ثانوي، وهو عايز يعني ما حدش يقول له حاجة صح ولا حاجة غلط، ولو حد ضغط عليه بيسيب البيت أو يفكر ينتحر يعني، ونكلمه عن ربنا وعن الجنة وعن النار يقول أنا عايز أخش النار، وبابا ما هوش موافق يعني على الوضع ده، ومش عارف يعمل معاه إيه. يسيبه يعني ولا يعمل معاه إيه؟ هو مفيش استجابة خالص. عنده كم سنة؟ في ثالثة ثانوي. ثالثة ثانوي. أزهر ولا تعليم عام؟ لا، عام. طيب، حاضر يا بنتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الغلام أعتقد أنه في 17 من عمره، وهذا سن خطير، سن المراهقة. ولعلكم تذكرون، لو تذكرون، أنني حذرت من هذا السن وقلت بأنه سن خطير، وأخطر ما في المراهقة الفكرية،
ومراهقة التصور العام عن الوجود، عن الحياة، عن الموت، عما بعد الموت. وقلت بأن أسئلة كثيرة تفرض نفسها على الغلام في هذه المرحلة. إذا عجزت الأسرة أن تقدم إجابات شافية على الأسئلة، عليهم أن يذهبوا به إلى العلماء. لا مانع من زيارة العلماء في صحبة الولد، أو لا مانع من تقديم المحاضرة على أحد الأشرطة أو على إحدى الاسطوانات. وبهذا الأسلوب وبمحتوى تلك الاسطوانة التي تتعرض لما يعانيه وللمرض الذي يعانيه، إن شاء الله يمكن أن تكون سببا في هدايته إلى الطريق المستقيم. ونقول لمن أراد أن يعالج مثل هذا الولد، نقول له: افتح طريقا إلى قلبه. الولد في تلك المرحلة يريد أن يشعر برجولته وبالجديد الذي طرأ عليه في هذه المرحلة. يريد أن يحقق ذاتا وأن يوجد له مكانا بين أفراد الأسرة. فإذا لم تستوعب الأسرة ذلك الجديد الذي طرأ، وإذا لم تتحدث إليه بالأسلوب الذي يناسبه ويتناسب مع اللغة التي يحتاج ويريد أن يسمعها، إذا لم تعترف الأسرة بذلك الجديد وتبدل الحوار الذي كانت تتعامل به بحوار جديد يقدر فيه رجولته ويقدر له طموحه ويشركه في قضايا المنزل، ونحسن كذلك الاستماع إليه إذا ما أراد أن يطرح فكرا أو رأيا، علينا أن نحسن الإنصات إليه وأن نرد عليه بالأسلوب المناسب. وإذا أراد أن يبدي رأيه في قضية ما، نبدي اهتماما يقابل رأيه هذا. حتى وإن اختلفنا معه، علينا أن نتحاور معه حتى نصل إلى الرأي السديد والمفيد، بشرط أن يكون مقتنعا بذلك. إذا فتحنا معه تلك القناة العاطفية وأقنعناه أننا نريد مصلحته ونقدره، يبقى لا يمكن أبدا أن ينصلح حاله. إذن البداية أن نجذبه إلينا وأن نحسن الاستماع إليه وأن نقدر الجديد الذي طرأ، حتى نستطيع بعد ذلك أن نؤهله وأن نوجهه التوجيه الصحيح إلى دينه وإلى شريعته وإلى أخلاق هذا الدين وإلى الصلاة وإلى المسجد. البداية كما قلت لحضراتكم: افتحوا طريقا إلى قلبه ووجدانه، ولا حل سوى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مولانا. بارك الله فيك يا دكتور وأحسن الله إليك. ويعني فعلا ينبغي أن نقدم النصيحة إلى الأولاد بالرفق واللين، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق خير كله. الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. قال الله عز وجل له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب في رعان شبابه، ويعني الغريزة تصور في نفسه، وقال له أمام الصحابة: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فالصحابة قاموا كي ينهروه كيف يتجرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه. ثم نادى عليه بالرفق واللين: تعال يا فتى. وأعاد السؤال: ماذا تريد يا فتى؟ قال: أن تأذن لي في الزنا يا رسول الله.
بأدب الحوار وباللين وباللطف. قال له صلى الله عليه وسلم: أفترضاه لأختك؟ قال له: لا يا رسول الله. أفترضاه لأمك؟ قال له: لا يا رسول الله. أفترضاه لعمتك؟ لا يا رسول الله. أفترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف ترضاه لأخوات الناس ولأمهاتهم ولعماتهم ولخالاتهم؟ كلام مقنع. يعني الشاب قال: يا رسول الله ادعو الله لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم طهر قلبه وحسن فرجه واغفر ذنبه. فقال الشاب: والله لقد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب شيء عندي هو الزنا، وخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء عندي هو الزنا، وأحب الناس عندي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم. اللطف اللطف واللين اللين مع الشباب. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفع بك يا دكتور، وأن يبارك في هذه القناة المباركة، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شكرا جزيلا، بارك الله لك وتقبل الله منا ومنكم، وقد أثريتنا، شكر الله لك. هذه الآية الأخيرة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فين؟ في صخرة داخل تجويف الصخرة، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كشف لقمان لولده عن سعة علم الله وعن عظمة قدرة الله، وبأنه محيط بما خلق وبمن خلق. درس في العقيدة وفي التعريف بالله تبارك وتعالى وصفاته. وبعد أن نهاه عن الشرك ووصى ربنا بالوالدين خيرا، وبعد أن كشف له عن آيات قدرة الله تبارك وتعالى، جاء دور الوصية بالصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا جلسنا مع أبنائنا أمرناهم بالصلاة، أمرناهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، ثم نصحنا لهم أن يتحملوا في سبيل الله تبارك وتعالى ما يقع لهم من الأذى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك ويبارك فيك يا حاج عمر فضة من نبوره مع حضرتك. أهلا وسهلا بك يا حاج عمر. يا أهلا وسهلا، ربنا يبارك لك يا دكتور. شكر الله لكم وجزيتم خيرا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. فضل. والله الموضوع موضوع شيق جدا جدا جدا. الحمد لله. فنرجو من الله لك التوفيق في ذلك. شكر الله لكم. وتقرر لنا الحلقات دي، عايزينها مكررة بإذن الله كده. يعني ايه؟ يعني جدد الفكرة للشباب. نعم. والأولاد، لأن احنا في حاجة إليها والله. ولذلك سنعود إن شاء الله إلى الأسرة في ظلال الإسلام. أيوة، هو ده البرنامج التربوي المنهج اللي الأطفال الشباب كلها خلاص كله ربنا أبشر إن شاء الله سنعود إليه، وأسأل الله أن نكون أهلا لتقديم هذه المادة العلمية التربوية بإذن الرحمن الرحيم. ونشكر الحاج عمر وجزاه الله خيرا. في اتصالات أخرى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. جلس لقمان وواصل النصيحة، لكن ألا تلاحظون شيئا؟ هل لاحظتم أنها وصية طويلة في جلسة طويلة تنوعت فيها التوصيات، تنوعت من تحذير من الشرك إلى توصية بالأم خيرا وبالوالدين على وجه العموم، وبحسن المعاملة لهما حتى ولو كان مشركين، ثم إلى بيان عن الذات العلية وبعض آيات قدرة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يدخل في صلب الشريعة ويأمره بالصلاة، ويأمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأنه لا يعقل أبدا أن تكون مصليا
وأنت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. من أعظم سلوكيات المصلين الإيجابيين الجادين الصالحين أنهم أناس يعبدون الله 24 ساعة، عبادتهم لا تتوقف، فهم إما أن يكونوا بين يدي الله، وإما أن يعملوا عملا حلالا ليأكلوا من كسب أيديهم، وإما أن ينصحوا لوجه الله، وإما أن يعلموا الناس شيئا في شريعة الله، وإما أن ينهوا الناس عن المنكرات. هذا شأن المصلين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أكرمك الله يا أختي، بارك الله فيك. شكر الله، يعني شكر الله على كل البرامج اللي قدمتها في رمضان والآن. اللهم آمين. بدي أسألك سؤال شيخ. تفضلي. يعني أنا عندي بنتين ما شاء الله والحمد لله. فالبنت الأولانية مش معايا، يعني مع أهلي مربينها، فبدي كيف أسيطر عليها يعني في التربية وهيك، لأنها بعيدة عني. يعني في بلد ثاني غير البلد اللي أنا فيه. وبنتي الثانية لساتها يعني لسات يعني مولودة جديدة، فكيف أتعامل معاهم الاثنين؟ كيف أربيهم يعني؟ شكرا. كيف يعني أطلعها على مسألة أمنا عائشة والصحابة وكل رضي الله عن عائشة وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعن صحابة رسول الله أجمعين. شكرا لك وشكرا للشيخ محمد حسان كثير. شكر الله لك وبارك الله في الشيخ وأطال عمره، وبارك الله في ابنتيك. هذا المشروع العظيم الذي يمكن أن يدخل المرء بسببه الجنة إن شاء الله لو أنه أخذه بحقه. مشغولة الأخت الكريمة، مشغولة بابنتها التي هي بعيدة عنها لسبب ما لا نعلمه. أولا نسأل الله أن يهيئ لهذه الفتاة بيئة صالحة تأخذ بيدها إلى الفضيلة. وعلى كل حال هي في أيدي مسلمين كرام ومسلمات كريمات يعلمون جيدا ماذا ينبغي أن يقدم لها في هذه المرحلة، فنسأل الله أن يكونوا أهلا لهذه المهمة. لكن عليك أختي إن لم يكن هناك مانع من الاتصال بابنتك، عليك أن تكثري لها الزيارة أو أن تضميها إليك إذا كانت الظروف تسمح بذلك، فإن إقامتها معك طبعا تضمن لها نشأة سوية كريمة. وخير النصيحة تلك التي تأتيني من حبيب، وهذا الحبيب بالنسبة لها هو أنت، وهذا الحبيب أيضا أبي الحريص علي وأمي الحريصة علي. فمن الطبيعي جدا أن تكون تلك الفتاة إلى جوارك، فإن كان الأمر ميسورا لديك لتضميها إليك فلا تترددي إن شاء الله. نشئيها على القرآن الكريم وعلى السنة المشرفة وأخلاق النبوة المباركة وأخلاق الصحابة الأكرمين والصحابيات الكريمات. هذه دروس في التربية عظيمة، ولك التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب، أهلا وسهلا. أخوك دكتور سليمان، الله يكرمك. يا مرحبا دكتور سليمان. ازيك يا شيخنا الحبيب؟ كيف حالك أيها العزيز الغالي؟ الله يكرمك يا مولانا. أهلا وسهلا. والله يعني جزاكم الله خيرا عن هذا الموضوع الطيب. وحضرتك يعني أشرت إلى أن أساس المودة والرحمة هو التوحيد وتربية الأسرة على العقيدة. نعم. لأن البيت المسلم وقلع من قلاع هذه العقيدة. نعم. والزوج الصالح والزوجة الصالحة هما ركن هذه القلعة. نعم. والركن الركين بقى الزوجة، لأن هي التي تقوم على تأمين هذه القلعة بتربية الأبناء على الكتاب والسنة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته. صحيح. فالمرأة المسلمة فعلا هي الركيزة الأولى في بناء هذا البيت المسلم، ولأنها هي القائمة على تربية نصف المجتمع، وهي التي تلد النصف الآخر.
صحيح. والمرأة المسلمة يعني ماذا حدث لها في هذه الأيام؟ المرأة المسلمة نست وظيفتها الأولى وهي البيت، والبيت المسلم يقوم على هذه الركيزة العملاقة وهي المرأة المسلمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولن تأتي المودة والرحمة إلا بالسكينة الشرعية والسكينة الروحانية التي هي باختيار الزوجة المسلمة، الزوجة الصالحة. فالمرأة المسلمة لابد أن تعرف وظيفتها الحقيقية وهي البيت، لأن الله قال لها: وقرن في بيوتكن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: والمرأة راعية وهي في بيت زوجها مسؤولة عن رعيته. فلا بد أن تعود المرأة إلى وظيفتها الأصلية وهي البيت حتى تقوم بهذه التربية لهذا الجيل، لأن هذا الجيل يحتاج إلى التربية. وكم نرى من أولاد وفتيات للأسف الشديد يعني لا يجدون الأم ولا يجدون المحضن التربوي. لكن دكتور سليمان قد يفهم البعض أننا نريد لها أن تكون في البيت دائما، يعني نحن نريد لها أن تتعلم بالضبط الشرعي، أن تتعلم التعليم الذي يناسب مهامها في الحياة، وبالذات ما ينصلح به حال أبنائها في المقام الأول. الله يكرمك. وهذا خير إعداد لها لكي تقوم بمهماتها التربوية في بيت زوجها. جزاكم الله عنا خيرا يا شيخ. شكر الله لكم وجزيت خيرا يا دكتور، وكانت إضافة كريمة. لا أملك من التعقيب إلا أن أدعو الله عز وجل لك بالسداد والتوفيق، وأن يأجرك والسادة المشاهدين المشاركين خيرا إن شاء الله. أيها الأحبة في الله عز وجل، هذه النصيحة الغالية، نصيحة لقمان لولده، والتي أمضينا فيها عدة حلقات، نريد منكم أن تعقدوها مع أبنائكم وبناتكم. هذه الجلسة المباركة الكريمة الأبوية التربوية الرحيمة، نريد من حضراتكم أن تعقدوها مع أبنائكم ولو في الأسبوع مرة. قد تعجبون في بيوت كثيرة لا تنعقد في الأسبوع ولا على مدار الشهر، بل ولا على مدار العام أحيانا. وإني ألتقي كثيرا بآباء وبأمهات، ومن خلال المناقشة يتضح لي أن الفرص منعدمة في لقاء يضم الأسرة بالكامل ولو على مائدة من موائد الغداء. أمر مهم للغاية، النصيحة، وبشرط أن تتهيأ نفوس أبنائنا لتلقي تلك النصيحة. ولن يحدث هذا إلا إذا فتحنا قنوات المودة والرحمة معهم، وأخلصنا لهم النصيحة، وكنا قدوة حسنة أمامهم. قبل أن أقول له صل الفجر ينبغي أن يراني أمامه مؤديا لهذه الصلاة. قبل أن أمنعه من الكذب ينبغي أن يراني صادقا دائما. فإذا اقتنع ولدي بذلك فسيسهل عليه تماما أن يتلقى مني بثقة واطمئنان، وحينها سيكفيني كلام قليل أوجهه إليه إن شاء الله. أيها الأحبة في الله عز وجل، إنهم يستحقون منا ذلك، ويستحقون منا أكثر من ذلك. إنه مشروع يمكن أن يكون سببا في دخول الجنة، وسببا كذلك في دعاء من ولدي الصالح لي وأنا حي وأنا ميت كذلك. وأبواب الرحمة بالدعاء الصالح تتنزل علي حتى وأنا في قبري، وهو يرفع يديه إلى الله: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن أجل أبنائنا قررت أن أستجيب لرغبتكم ولآرائكم
فأعود إن شاء الله في الأسبوع المقبل إلى الأسرة في ظلال الإسلام، سائلا مولاي تبارك وتعالى من فضله أن يجعلني كما قلت أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد لنكون أو لنستطيع أن نقبس من نور الله ومن نور وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رياض الصحابة الأكرمين عليهم رضوان الله، ومن رياض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وجزى الله أمهات المؤمنين عنا وعنكم وعن المسلمين خيرا في كل زمان وفي كل مكان. بارك الله لكم في أبنائكم وبناتكم، ونشكركم على حسن إنصاتكم، ونلقاكم على خير بإذن الله في الأسبوع المقبل مع الأسرة في ظلال الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القرآن تكتسب المعالي ويرقى النابهون من الرجال، ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن من الضغائن والضلال، ومن تبع الهدى لم يشق يوما، ومن يعرض يجد سوء المآل. هدى للناس نلقى